والله العظيم فنان. والله العظيم فن. طيب بص يا باشا، البونبونايه بتاعتنا النهارده الاوسيلاتري موشن. يعني ايه اصلا كلمه اوسيلاتري موشن؟ بالراحه كده. الاوسيلاتري موشن ده نوع من انواع الموشن، نوع من انواع البريودك موشن. احنا عارفين ان الموشن نوعين، ترانزليشنال وبريودك. ترانزليشنال خلاص مش عايزينها، بتاعت الترم الاول. بريودك يعني ايه؟ يعني ايه بريودك موشن؟ اللي هو الاوسيلاتري ده اكزامبل من بتوعها. بريودك موشن ذات از ريبيتد ريجولاري، حركه بتتعاد بانتظام في اوقات متساويه. تمام؟ طيب زي ايه؟ يعني تيجي تقول لي مثلا يعني ايه الحاجات اللي بتعيد نفسها بانتظام؟ زي حاجتين، الاوسيلاتري اللي هو اللي انا هقوله ده دلوقتي اللي هو البندول، والويف موشن اللي هنبدا فيه ونخلص بيه الحصه. طيب اوسيلاتري موشن زي حركه البندلم اللي احنا لسه قايلينه ولسه شارحينه حالا. هنا بس القصه دي كلها بتتلخص في 5 حاجات. ايه هي؟ خلاص هنا ممكن يجي سؤال خلاص اللي هو الكاينيتيك والبوتنشال اللي احنا لسه قايلينه، بس في شويه اسئله مهمه خاصه بالجزء ده بقى. ايه هي؟ قال لحضرتك زي ما انت عارف ان النقطه دي اسمها يا اما ريست بوزيشن يا ايكويليبريم بوزيشن. تمام؟ والجسم وهو طالع زي ما قلنا سرعته بتزيد، والاتش السرعه بتقل، فالكاينيتيك بتقل. والقصه بقى خلاص اللي احنا حكيناها دي، والجسم يبتدي ينزل تاني وبعدين يطلع الناحيه التانيه وبعدين ينزل من الناحيه التانيه. قال لك بص بقى، عندك شويه حاجات ركز فيها معايا عشان ما ابقاش بهري على الفاضي. اول حاجه مهمه، المسافه من الريست لاي نقطه خلال الرحله دي. المسافه من الريست لاي نقطه او من اي نقطه للريست، المسافه من الريست لاي نقطه او من اي نقطه للريست دي بتتسمى displacement. بتتسمى ايه؟ displacement of vibrating object. تمام؟ طيب يبقى ايه هي الديسبيسمنت؟ مسافه من الريست، distance between rest and rest position and any point. ماشي؟ طيب فين هنا الماكسيموم ديسبيسمنت؟ اعلى مسافه او اعلى نقطه الكره وصلت لها. تقول لي يا مستر الاي او السي. صح. الماكسيموم ديسبيسمنت بتتسمى امبليتيود. يبقى ايه هو الامبليتيود ده؟ ماكسيموم ديسبيسمنت فروم ذا ريست بوزيشن. يعني الامبليتيود هنا ممكن اقول ايه الامبليتيود ده؟ تعالى هناك. يبقى مبدئيا ايه الديسبيسمنت دي؟ مسافه من الريست لغايه اي نقطه to any point، او العكس من اي بوينت للريست. طب ايه الامبليتيود ده؟ قال لك مسافه من الريست لابعد نقطه او من ابعد نقطه للريست. يعني زي من A، او زي مثلا من B ل C، او من C ل B، او زي من B ل A، او من A ل B. دول كلهم اسمهم امبليتيودز. تمام؟ وقلت لك قبل كده خلي بالك بقى من الحاجات العبيطه، ان انا اجي اقول لك طب من B للنقطه دي هل دي امبليتيود؟ لا. طب من A ل C هل ده امبليتيود؟ لا. الامبليتيود لازم مسافه من الريست لابعد نقطه او من ابعد نقطه للريست. طيب ادي الديسبيسمنت وادي الامبليتيود. طيب الكومبليت اوسيليشن، امتى تعرف ان حضرتك عملت وان كومبليت اوسيليشن؟ تقول لي بص، الكومبليت اوسيليشن دي مهمه، معناها ان انا ارجع تاني لنفس النقطه بنفس اتجاهي. يعني ايه؟ يعني لو بدات عند بي، بص كده، انا بدات من بي، رحت من بي لسي، بعدين من سي رجعت البي، بعدين من بي رحت الاي، بعدين من الاي رحت البي تاني. كده انا كنت بادئ عند بي ورجعت تاني عند بي بنفس الدايركشن. يبقى الكره بدات من بي لسي بعدين من سي لبي. هل كده لفه؟ لا، ده نص. طب من بي لاي بعدين من اي لبي، كده عملت لفه كامله. ساعات بتتقال ان انا اعدي من نفس النقطه تو سكسيسيف تايمز، اعدي من نفس النقطه بنفس الفيز، بنفس الايه؟ الفيز. يعني اعدي من نفس بي بنفس اتجاهي مرتين. تمام؟ ادي الكومبليت اوسيليشن. نيجي بعد كده لاخر حاجتين هنا، البريودك تايم. البريودك تايم اللي هو تايم تيكن تو ميك وان كومبليت سايكل، وخلاص بقى قلناه المره اللي فاتت وهنقوله تاني اهو دلوقتي. البريودك تايم ده ليه قانونين، يا اما توتال تايم على عدد اللفات، يا اما 1 اوفر الفريكوانسي. وهفكرك دلوقتي بالفريكوانسي. تمام؟ هنا ادي اول قانون للبريودك تايم، وادي تاني قانون للبريودك تايم. ساعات ممكن تستخدم قانون تالت هنا اللي هو ايه؟ اجي اقول لك ايه؟ طب انا لو معايا امبليتيود، لو معايا زمن الامبليتيود،
تعرف تقول لي اللفه الكامله دي فيها كام امبليتيود؟ 4 اهم، ده وده وده وده، يبقى 4 امبليتيود. يعني انا ممكن اقول البريودك تايم زمن اللفه الواحده ايكوال 4 في زمن الايه؟ الامبليتيود. يبقى دي 3 قوانين للبريودك تايم. عايز تذاكر الاثنين دول، لو ده ملخبطك خلاص عادي، ممكن تعوض في ده في الاخر اللي هو ايه؟ طبعا انا هوريك الكلام ده كله في المسائل على فكره. اخر درسين دول اللي هو ده والويف موشن هتلاقيهم كل تكاتهم وتركاتهم في الايه؟ في ان شاء الله في الجزء بتاع الشرح اصلا، وانا بحل عشان اطبق على الكلام ده. طيب يبقى دي البريودك تايم، واليونت بتاعته زي ما قلنا ايه؟ طبعا ده تايم، فاليونت بتاعته سكند. كنت بقول لو مش عايز تحفظ ده وتعوض هنا عادي، اللي هو تيجي تقول لي ايه؟ انا مثلا عملت امبليتيود في الزمن ده، طب امبليتيود ده اللي هو ايه؟ ربع لفه، فاشيل عدد اللفات واحط مكانه ربع، واحط التايم اللي هو مدوني واعوض هنا. حلو. طيب اخر حاجه هنا اللي هو قانون الفريكوانسي. خلاص الفريكوانسي من هنا 1 اوفر البريودك تايم اهو، او ممكن اقول ان الفريكوانسي ايكوال ان على التي. طب تعالى نقول الديفينيشنز. اليونتس الاول، الفريكوانسي من هنا اليونت بتاعته ايه؟ سكند بار نيجاتيف 1. طب من هنا سايكل بير سكند. في يونت ثالثه للفريكوانسي اللي هي ايه؟ هرتز. اللي هي ايه يا باشا؟ هرتز. يبقى انا معايا ثلاثه يونتس للفريكوانسي، هرتز، سكند بار نيجاتيف 1، وسايكل بير ايه؟ بير سكند. طيب هنا ديفاين الفريكوانسي والبريودك تايم. البريودك تايم هو عباره عن ايه؟ تايم تيكن تو ميك وان كومبليت سايكل. طب الفريكوانسي عباره عن ايه؟ نمبر اوف كومبليت اوسيليشنز ان 1 سكند، عدد اللفات الكامله اللي اتعملت خلال ثانيه. يعني لما اجي اقول لك الفريكوانسي بتاع الباشا ده ب 1000، معناه ايه؟ معناه ان هو عمل 1000 كومبليت اوسيليشن في ثانيه واحده. تمام؟ طيب يبقى دي الاوسيلاتري موشن ببساطه، ما كانش فيها حاجه تاني. لو فاكر الجزء ده اصلا كان سهل قوي في الشرح بتاعه اساسا. ماشي؟ طيب والمنهج كله والله سهل، بس انت الايه؟ المنهج مكربس دفعه، المنهج مكربس قوي عندك. حلو. بس كل حاجه لوحدها لما بتتسمع كده مره واثنين وثلاثه بتلاقيها ايه؟ عبيطه. طيب اخش على اخر جزء اللي انا قلت لك. الجزء ده افكاره كلها مش هتبان غير في الجزء بتاع الشرح ان شاء الله، بس الجزء قصدي بتاع الحل. بس خلينا ايه؟ نشوفه هو كان بيقول ايه اصلا. انا دلوقتي هتكلم على درس الويف موشن، القصه بتاعت الويف ايه؟ موشن. ماشي، صلى على النبي. التوبيك رقم 5 والاخير اللي هو الويف موشن. طيب صلى على النبي. كلمة ويف ليها تعريف وليها انواع. بص كده، كلمة ويف لوحدها كده على جنب ليها ديفاين. يعني ايه كلمة ويف؟ اقول لك يا باشا، صلى على النبي. كلمة ويف، الويف اللي احنا بنشوفها في البحر دي، او الساوند ويف او اللايت ويف. الويف عامة عبارة عن disturbance، اضطراب. disturbance، اضطراب. ذات propagate، ذات ايه؟ propagate، اضطراب حصل وانتشر. disturbance ذات propagate and، ودي اجمل كلمة انا عايزها، and transfer ايه؟ transfer energy. يبقى الويف هي اضطراب حصل ونقل الطاقه. اضطراب يعني الاتومز ما بتفضلش واقفه مكانها، لا بتعمل اضطراب. طيب الويف يا باشا، الويفز عامه ليها نوعين ودول مهمين قوي. يبقى الويفز عباره عن نوعين، ركز فيهم بقى عشان ده الجزء اللي فيه حفظ شويه. اول نوع اسمه ميكانيكال ويف، جامد. وتاني نوع اسمه الكترو ماجنتيك ويف. طيب ده زي ايه وده زي ايه؟ اكزامبل لده واكزامبل لده. تعال نقارن ما بينهم. يلا تعال نقارن ما بين الميكانيكال والايه؟ والالكترو ماجنتيك. يلا يا مستر قارن يا باشا. حاضر. طيب اول حاجه مهمه لازم تبقى عارفها، ان الميكانيكال دي اكزامبل ليها على طول كده زي الايه؟ زي الساوند ويف. حلو. طيب الالكترومagnetic ويف اكزامبل ليها كده على طول في السخان زي الايه؟ اللايت.
يبقى الالكترومagnetic ويفز اللي هو اللايت اللي احنا جايين من عنده اللي هو الريفليكشن والريفراكشن ده ايه؟ ده اسمه كان اصلا الكترومagnetic ويفز. تمام. والميكانيكال دي زي الايه؟ زي الساوند. خلي بالك بقى، خلي بالك اصلا كل نوع منهم في نوعين. يعني الميكانيكال ويف ممكن تبقى، تعالى ننزل هنا اكتر. ماشي هنا انا هنا هحتاج انزل شويه. ماشي. الميكانيكال ويف في منها نوعين. ايه هما؟ لونجيتيودنال ويف، لونجيتيودنال ويف او ترانزفيرس ويف، او ترانزفيرس ايه؟ ويف. وهقول لك ايه الفرق ما بين الاثنين عشان ده يهمني. سيبك. طب الالكترومagnetic، لا هو الالكترومagnetic نوع واحد بس اللي هو ايه؟ ترانزفيرس. طيب يعني ايه دي ويعني ايه دي اصلا؟ يعني ايه ترانزفيرس ويعني ايه الكترومagnetic؟ صلى على النبي واقول لك الموضوع بسيط قوي. لونجيتيودنال، خلي بالك الجزء ده فيه لت كتير، انا مش عايز اللت كله بصراحه، انا عايزك تفهم دلوقتي. خلاص وقت اللت عدى. طيب مش بقول لك كده عشان اوترك وتقعد تعيط الوقت عدى وما عداش، لا بس انا خلاص هنديك الايه الزتونه بتاعت القصه دي. لونجيتيودنال ويف بالبلدي اللي هو زي الساوند. طب ترانزفيرس ويف اكزامبل ليها تاني، معلش بس يبقى هنا في اكزامبل تاني اللي هو الايه؟ الووتر. يبقى ووتر ويف نوعها ايه؟ نوعها ميكانيكال. انهي نوع بالظبط؟ ترانزفيرس. طب ساوند ويف نوعها ميكانيكال برضو، انهي نوع بالظبط؟ لونجيتيودنال. طب مستر ايه الفرق ما بين الاثنين؟ عينيا عينيا اقول لك ايه الفرق ما بين الاثنين. بص يا باشا، نجيب انهي لون؟ خلينا في ده. بص لونجيتيودنال معناها ان الاتومز اهي بتروح تخبط وترجع تاني، بتروح تخبط وترجع تاني. ده طريقه انتشار الصوت. انا لما اجي بتكلم صوتي ده عباره عن ايه؟ انا كاني بزق الاتوم، فالاتوم تزق اللي وراها ودي تزق اللي وراها ودي تزق اللي وراها وهكذا. تمام. يبقى ده شكل اللونجيتيودنال ويف. انت تقولها له ازاي الموضوع اللي حصل ده؟ هنا لو انا واقف هنا اهو وانت واقف هنا اهو، فالصوت هيوصل لك صح؟ يبقى السهم اللي فوق ده دايركشن البروباجيشن، دايركشن الايه؟ البروباجيشن، الانتشار. تمام. طيب الاتوم نفسها بيتحرك ازاي؟ الاتوم بيتحرك يمين وشمال اهو. يبقى انت تيجي تقول لي الاتومز اللي هي الميديم بارتكلز والويف الاثنين بيتحركوا في نفس اللاين، على نفس اللاين. يبقى تيجي تقول لي اهو the atom او the medium particles propagate in the direction of wave propagation. medium particle vibrate. الميديم بارت طبعا انا كاتب لك الديفاين، انا مش هكتب الديفاين، انا كاتب لك الديفاين في الكتاب. يبقى يعني ايه لونجيتيودنال؟ لونجيتيودنال يعني الميديم بارتكلز اللي هي الاتومز بتعمل فايبريشن in the direction of in the direction of. يبقى الميديم بارتكلز بتفايبريت in the direction of wave propagation. بس يا باشا ده الديفاين. الميديم بارتكلز in the vibrates in the direction of the medium ايه؟ the propagation of the wave. the propagation of the ايه؟ wave. ده معنى longitudinal. ده معنى كلمة ايه؟ longitudinal. تعالى نبعد الترانزفيرس شوية كده عشان بس نبقى براحتنا. نبعد الترانزفيرس شوية. ابعد يا باشا الترانزفيرس. يعني ايه بقى ترانزفيرس؟ ايه الفرق ما بين اللونجيتيودنال والترانزفيرس؟ طب تعالى هنا اكمل حاجه اخيره عشان نبقى قفلنا اللونجيتيودنال كلها خالص وخلصنا منها. طيب لما الاتومز بتقرب وتبعد بلاقي ادي الاتومز اهي، بلاقي المنظر ده حصل. بلاقي بص كده ادي اتومز كتير اهي، ادي اتومز كتير، ادي اتومز كتير. تمام. الاقي في النص في منظر حصل كده. مثلا بلاقي في اتوميه، خليها كده عشان ما حدش يتلخبط. تمام. بلاقي ايه اللي حصل هنا؟ الاتوميه دي كانت ده مكانها، كان ده مكانها، بس هي اتخبطت وراحت تخبط الاتوم اللي وراها. اثناء الحركه دي ما هي شغاله الاتوم دي، الاتوم اللي هنا راحت تخبط في اللي جنبها. تقول لي بص دي كده سابت مكانها فاضي، فالمكان ده بيتسمى ايه؟ بيتسمى رير فاكشن. بيتسمى رير ايه؟ فاكشن. منطقه فاضيه. طيب المنطقه الفاضيه دي معناها ايه؟ ليها ديفاين
it is the region at which the medium particles are far from each other. الاتومز بعاد عن بعض. حلو. طب في منطقه، ما هو الاتوم ده راح عمل زحمه الناحيه الثانيه، المنطقه دي بقت زحمه، المنطقه دي بقت ايه؟ زحمه، بتتسمى ايه؟ كومبريشن. بتتسمى ايه؟ كومبريشن. يبقى انا معايا منطقتين اثناء ما اللونجيتيودنال شغاله، بلاقي منطقه فاضيه بتتسمى ريفراكشن، المنطقه دي الاتومز بتكون بعيده عن بعض. it is the region at which the medium particles are far from each other. طب والمنطقه دي زحمه بتتسمى ايه؟ كومبريشن. ريجون الاتومز فيها بتكون ايه؟ قريبه من بعض. تمام؟ تمام. ادي كل تفاصيل اللونجيتيودنال. طب تعالى لتفاصيل الايه؟ الترانسفيرس. تعالى لتفاصيل الترانسفيرس. انا بس هعمل حاجه هنا عشان انا مش مستريح. طيب ترانسفيرس ويف يعني ايه بالعربي كده؟ يعني موجه مستعرضه. يعني ايه؟ زي موجه البحر بالحرف. بص شكلها عامل كده اهي، ويف. بص طالعه نازله زي موجه البحر، طالعه نازله. يبقى دي اسمها ترانسفيرس ويف. عارفينها وزهقانين منها. النقطه دي بتعمل بدل هنا بتعمل كومبريشن والريفراكشن، دي بتعمل ايه؟ بتعمل كريست اللي هي بوزيتيف امبليتيود، اللي هي ماكسيمم ديسبيسمنت في البوزيتيف. طب التراف وبتيجي هنا توصل للقاع، يبقى كريست يعني قمه، اعلى نقطه الموجه وصلت لها. طب اقل نقطه او اوطى نقطه الموجه وصلت لها بتتسمى ايه؟ تراف. يبقى انا معايا كريست ومعايا تراف. تمام؟ التراف ده ماكسيمم ديسبيسمنت في النيجاتيف دايركشن، يبقى ده البوزيتيف امبليتيود وده النيجاتيف امبليتيود. تمام؟ طيب ادي حاجه. في حاجه تاني هنا، ده اسمه ويف لينث. عشان تيجي تبص كده عليها اهو، ده اسمه، انا كده عملت موجه، انا كده عملت ويف. الويف اللي قدامي ده نص ويف فوق ونص الويف التاني ده، يبقى دي كده اسمها ايه كلها؟ ويف. اللي هي الطول بتاعها بيتسمى ايه؟ ويف لينث. السيمبل بتاعه لامدا. ويف لينث اللي هو السيمبل بتاعه ايه؟ لامدا. يبقى ده شكل الترانسفيرس ويف، ده شكل الترانسفيرس ويف، وده شكل اللونجيتيودنال ويف. طيب الترانسفيرس ويف ايه؟ الترانسفيرس ويف كده بالراحه بتحصل امتى؟ يعني دي احنا قلنا بتحصل اللونجيتيودنال ويف بتحصل قلنا امتى؟ لما الاتوم تبقى في نفس اتجاه حركه الويف. هنا بقى قال لك لا، هنا كانك ماسك، شبهوها ازاي؟ كانك ماسك حبل وعمال بتطلع ايدك وتنزله، عمال بتطلع ايدك وتنزله. يبقى لو جيت تمسك كل اتوم، الاتوم ده بيطلع وينزل، يطلع وينزل. طب الاتوم اللي هنا بيطلع وينزل، طب اللي هنا بينزل ويطلع، ينزل ويطلع. يبقى لو جيت تبص على موجة البحر هتلاقي في حاجة، هتلاقي الاتوم خليها بلون واضح شوية، هتلاقي الاتوم بربنديكولار على الويف بروباجيشن. الاتوم بربنديكولار على الويف ايه؟ بروباجيشن. فايبريشن الاتومز فوق وتحت، الاتوم طالع ونازل. في المقابل الويف نفسها ماشيه ازاي؟ موجه البحر هتلاقيها عماله تتحرك في اتجاهك بالمنظر ده، يبقى ده اتجاه الويف بروباجيشن اهو، وادي اتجاه حركه الاتوم. الاثنين فعلا ايه؟ بربنديكولار. يبقى اختصارا لتضييع الوقت، اللونجيتيودنال الاتوم والويف ان ذا دايركشن اوف، الاثنين في نفس اتجاه بعض، لكن في الترانسفيرس ويف الاتوم والويف بيكونوا ايه؟ بربنديكولار. تمام؟ الجزء الوحيد اللي فيه مسائل هنا، لو حابب اسال على مساله في الجزء ده هيجي هنا اهو، اللي هو الويف. طبعا خلاص قلنا اللايت هو ترانسفيرس ويف وشكرا. طيب الجزء الوحيد اللي فيه مساله هنا الويف فيلوسيتي. الويف ايه؟ فيلوسيتي. هنكتب الايكويشن وتكتها زي ما قلنا خلاص هتتقال في الايه؟ كل المسائل. الجزء ده طبعا فيه مسائل، بالذات قصه الويف فيلوسيتي دي هقول افكارها كلها في الايه عشان بس ما نكبرش الشرح قوي، تدخل شرح في حله وبتاع. فهنقول بس القوانين بتاعت الويف فيلوسيتي. سرعه الويف بتتحسب ازاي؟ سرعه الويف بتتحسب عن طريق اتنين ايكويشنز على حسب الجيفنز. اول واحده الويف فيلوسيتي ايكوال ويف لينث ملتبلاي فريكوانسي. تاني قانون الويف فيلوسيتي ايكوال ويف لينث اوفر الايه؟ البريودك تايم. الاثنين بشتغل بيهم على حسب الجيفنز، على حسب الايه؟ الجيفن. يديك ويف لينث وفريكوانسي اضربهم في بعض اجيب الفيلوسيتي، او يديني ويف لينث وبريودك تايم. واللي مذاكر شويه يقول لي طب ما هي
ما البريودك تايم تحت هو الفريكوانسي فوق، صح؟ ده هو ده اصلا ما فيش اي اختلاف. تمام. اليونت بتاعته ايه؟ عادي جدا متر بير سكند. تمام.